من أجل تحقيق أول انتصار في دوري نجوم بنك الدوحة استقبل فريق الشحنية أم صلال بملعب البيت. المباراة التي بدأت حذرة من الجانبين شهدت في منتصف الشوط الأول هدفا لفريق الشحنية جاء عن طريق لطفي ماجر، ولكن الحكم محمد مزيد ألغى الهدف بسبب خطأ ارتكبه زميله مارك مارتينيز على مدافع أم صلال. حاول الشحنية مرة أخرى من أجل تحقيق الهدف الأول، ومن تمريرة وضعت بيتروس وجها لوجه مع حارس أم صلال، ولكن كرته ضاعت بغرابة. الشوط الأول أبى أن يكتمل إلا بتغيير لوحة نتيجة المباراة، حيث سجل أسامة طنان هدفا جميلا عند الدقيقة 43. في الشوط الثاني استمرت انتفاضة صقور بارزان لتعزز تفوقها بهدف ثان مع مطلع الشوط بتوقيع جان كواسي. المباراة أخذت منحى آخر عندما طرد محمد بدر لاعب الشحنية بعد حصوله على الإنذار الثاني إثر تدخله على أسام طنان لاعب أم صلال. ومن كرة مباغتة وسريعة شهدت مواجهة مباشرة بين طنان وشهاب الليتي حارس الشحنية الذي استأسد في صدها، وانتهت المباراة بفوز مهم لصقور بارزان لينجح في تصحيح المسار، بينما سيبحث الشحانية عن العودة مجددا بعد البداية الجيدة في الجولة الأولى. لمركز أخبار قنوات الكاس، جمال الشيباني.